مساء الخير عليكم، نهاية أسبوع موفقة إن شاء الله. الله يرحمنا بالشتيوة ويعم السلام إن شاء الله يا ربي على العالم كله. أنا ما متعوداش نحط دي زوديو أو ما متعوداش ندير دي فيديو، ما متعوداش نتواصل مع ناسي في السوشيال ميديا بهذه الطريقة. متعودة أنكم تشوفوني سواء في صور حفلات، يعني هناك مناسبات اللي خص الإنسان يتواصل بها مع الجمهور، إنما غير هكذاك لا. لكن اضطريت اليوم. علاش اضطريت اليوم؟ أنا اليوم صبحت ناعسة لأن سالينا التصوير حتى الصباح، والتصوير كان في القناة الأولى. ما غاديش نقول لكم لأنه مفاجأة إن شاء الله. سهرة من سهرات القناة الأولى، ماشي في المستشفى، ماشي في حالة خطيرة. أنا كنت خدامة وأنا بخير وعلى خير، إنما قلت ندير هذا الأوديو باش نوضح واحد القضية. التوضيح اللي كاين هو أي واحد جبد لطيفة بأي حاجة مزيانة أو خايبة، راه القانون بيناتنا والشكايات راهم تيتحطوا، وكل ما انا في جهدي باش نوري الرأي العام هادشي كله اللي كيتحط بالقلم والستيلو وبالنقط فوق الحروف، فانا ان شاء الله قريبا. انا ماشي في مستوى باش نبقى نرد، انما في المستوى باش انني نرد بالطريقه اللي كتليق بيا كفنانه وكمواطنه مغربيه. من حقي هادشي كله ما تيهمش، لكن اللي تيهمني الان انا هو انني من فقعة الصباح نلقى التليفون ديالي غادي يحماق، نلقى ناس اللي جاو دقوا عليا في داري، الناس مقربين ديالي، نلقى اصدقاء، نلقى من خارج الوطن وداخل الوطن لطيفه ياك لاباس شنو كاين كيف بقيتي. هادشي راه حرام باش انكم تحطوا عاجلا لطيفه تهزت لوبيتال، لطيفه عاجلا انهارت، لطيفه عصبيا. لطيفه بخير وعلى خير والحمد لله، اللهم له الحمد. علاش تتفيلوا عليا اسيدي بالمرض اساسا؟ انا بخير والله يخليني لبنيتي ويخليها لي ويخليني لناسي. يعني هاد الشيء راه حشومه وغير معقول. هاد الشيء راه فات حدو. يعني ماشي غير اللي بغى يطلع على حسابي انا لي فيو ويربح على حسابي الفلوس يبقى يدير اسمي. فالله يخليكم انا سكت بزاف لانه قلت انا ماشي مستوى الرد. لكن الان انا كنرد بهذا الاوديو وغنرد بالقانون لاي واحد جبد اسمي. انا اللي كنقولوا المغاربه كنا انا عطيكم التقار، كنخلي اللي بغى يهضر يهضر، اللي بغى يتكلم يتكلم، ولكن ماشي هاد الاشياء فتحدها يعني بزاف. وكنظن ما درت شي فيكم شعار او شي عيب، الا انني حبيت بلادي وحبيت جمهوري وحبيت ناسي باش ان هاد الشيء يوصل. علاش وصل لهاد الشيء؟ لان لطيفه في اي حاجه وقعت ما تتردش، اي حاجه تثبت فيها اسم ديالها ما كتردش تسكت. لكن هذه المره ما غاديش نسكت لان القانون فوق كل شيء، والقانون على المغاربه كلهم، وانا اتجهت للقانون في كل حاجه، سواء اللي جبدني في المزيان او في الخايب. بغيتو تجبدوني في المزيان كاين سهراتي، كاين انتاجات ديالي. لكن يعني غير معقول انك انت جالس في دارك واحد يعيط لك يقول لك ياك لاباس. غير معقول انك ما عندك ما دير تكتب. هاد القنوات هذه بالاخص غادي نقولها ونعاودها، اما اللي بغاو يقولوا اشياء اخرى فخليهم. كما قلت راه القانون كاين وغادي يبين كل شيء، والقانون كاين وكاين حتى انا غادي نظهر وغنبين حقائق. لكن هاد القضيه ديال صحتي وتخلعوا عائلتي عليا وتخلعوا ناسي عليا، هذا شيء غير معقول، غير معقول. وما كنسمحش لاي قناه. غادي نتجه لها القانون واتجهت للقانون. وهذه تحطت اليوم، هذه 18 ساعه بعد هذه كاين قنوات اخرى. لا يعقل ان وحده حاطه كتبه عاجلا لطيفه رأفت انهارت ونقلت المستشفى حيت شعرها طاح. هل يعقل؟ شنو هذا الحمق هذا اللي وصلنا ليه في السوشيال ميديا؟ وحده كتبه لطيفه رأفت عند دخول ايمان تسونامي الله يشافيها ويعافيها للمستشفى انهارت وهزوها الى لوبيتال. شنو هذا اللي ولينا فيه؟ هادشي راه ماشي معقول. وانا بالمرصاد الان، بالمرصاد. قبل كنت بوحدي، الان عندي واحد بنيته. راه عيب وعار عليكم ان هادشي اللي ولات اللي غتشوفوا من بعد، لان السوشيال ميديا كتبقى. فحشومه عليكم، عيب وعار. يعني عمري ما اديت حد، عمري ما اديت حد. كنعطي اللي في جهدي لبلادي ولولاد بلادي. فبالمرصاد معكم، وبالاخص هادو دابا اللي كيتكلموا على صحتي. راه هادشي بزاف، وقانون بيناتنا ان شاء الله بحول الله.
وما شاء الله عليكم بارعين في المونتاج ها. يعني واحد المقطع تنقول دعيو معايا، هذا كان نهار اللي كنت حامله بالغاليه ديالي الماس، وطلبت من الناس دعواتهم باش ربي يكمل على خير وتكون المولودة على خير أو المولود. فهزين داك الطرف اللي عباد الله دعيو معايا وحاطينه، يعني كل شيء ما شاء الله عليكم بارعين في الأداء وفي السوق.